إذا مشاهدينا، تنظيم الإخوان في مصر يقرر إسدال الستار على الفصل الأخير من مسيرته السياسية. إحدى القنوات المعارضة في تركيا بثت نبأ اعتزال الجماعة العمل السياسي لمدد تتراوح ما بين 10 و15 عاما، وذلك مقابل العفو وإطلاق سراح المعتقلين من عناصرها بالسجون المصرية وقبول جميع مبادرات الصلح مع السلطات. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من مطالبة سجناء الإخوان في مصر بالبراءة والانشقاق عن التنظيم بحسب الحدث نت. كما طلب سجناء التنظيم الصفح والغفران عما اقترفوه بحق بلدهم، واصفين أنفسهم بأنهم مجموعة من الشباب المصري خدعهم الإخوان بشعاراته. هذا واعترفت عناصر الجماعة بعمليات إرهابية كان أنكرها الإخوان سابقا رغم أنها تمت بعلمهم، خاصة ما حدث في فض اعتصام رابعة ومقتل النائب العام الأسبق هشام بركات وإغلاق الطرق والكباري وتفجير محطات الكهرباء وغيرها من الأعمال التخريبية. سجناء الإخوان تعهدوا أيضا بعدم المشاركة السياسية واعتزال جميع أشكال العمل العام بما فيها حتى الخيري منها، على أن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية مع أسرهم، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير للأزمة لضمان ذلك. ويشار إلى أنه في العام 2019 أطلق عناصر الإخوان مبادرة للتصالح مع السلطات معلنين رغبة